الحلوين، اهلا بيكم. النهارده هنعمل مع بعض البانكيك. هنعمله بطريقه سهله ومقادير بسيطه جدا وكلها عندك في البيت، وهنشكله كذا تشكيله زي ما انتم شايفين. وكمان هنعمله ببضايه واحده وفي الخلاط، ومفيش اسهل من كده. تعالوا نشوف هنعمل الحلاوه والجمال ده كله ازاي. بنجيب الخلاط وبنحط فيه بيضه واحده اهو، ورشه فانيليا، ومعلقتين سكر، معلقتين سكر كبار، وكوباية لبن، مج كده كوباية، وربع كوباية زيت، وربع كوباية. وبنضرب كل ده في الخلاط وبنرجع اهو. ضربته كويس جدا لحد ما السكر داب خالص معايا. بجيب بقى الطبق وبنزل فيه كل الخليط، وبجيب بضيف عليه كوباية دقيق، مج اهو زي ما انتوا شايفين كوباية، وبحط عليها معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة صغيرة، ورشة ملح، وبقلبهم زي ما انتوا شايفين. الخليط خفيف اهو زي ما انتوا شايفين. هحط نص كوبايه دقيق تاني، ممكن ياخد معاك انت اكتر، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. لازم اوصل للقوام ده اللي هو زي الكيك، كانك بتعملي كيكه اهو. القوام زي الكيك بالظبط، زي عجينه الكيك بالظبط اهو. بجيب بقى طاسه بدهنها دهنه زيت بسيطه، وبمسحها بالمنديل، وبنزل بعملها زي الدايره كده. تكبري تصغري زي ما انت عايزه. لازم الطاسه تكون سخنه وعلى نار هاديه. اول ما تسخن تهدي النار خالص. تعمليها كبيره تعمليها صغيره حسب ما تحبي. والزياده دي بتطلع هي بمنتهى السهوله لو حاجه عملت منك. اول شكل هو اعمله معاكم، بحط شوكولاته شيبس او شوكولاته خام، وبتغطي عليها بالخليط اهو. وكده انت حشيتيها شوكولاته شيبس او شوكولاته خام او اي شوكولاته يعني. اول ما تعمل فقاقيع وتعمل خروم كده زي ما انتوا شايفين اهو، مخرمه كده وعامله فقاقيع، بقلب على الناحيه التانية اهو زي ما انتوا شايفين. بقلبها على الناحيه التانية. تكبري الحجم تصغري، واول ما توصل للون ده انا بطلعها على مناديل مطبخ، وبغطيها بفوطه مطبخ. يعني بطلعها على المناديل، وبعدين بغطيها بفوطه مطبخ اهو. بفضل اقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه. يعني اللون اللي هو كده، اللون بقى كويس بالنسبه لي، كده اللون كويس. بطلعه على المناديل وبغطيه لحد ما اخلص الكميه كلها، لحد ما الكميه كلها تخلص معانا. ممكن تعملي الكميه كلها تحشيها شوكولاته زي ما انا عملت، او مربى، او تشكلي زي ما انا هوريكي. وكده انا عملت الكميه كلها اهو زي ما انتوا شايفين. خلصت كل الخليط اللي انا كنت عاملاه. باجي بقى اشكله. عملت معاكم اللي هو اللي حشيتها شوكولاته، دي بقى هخليها كده، واعمل عليها صوص شوكولاته كده من فوق، بتبقى طعمها تحفه جدا. ودي بقى هعملها بالعسل. ممكن تحطيهم فوق بعض وتنزلي بالعسل من فوق والعسل ينزل عليها، لكن انا بحب احطها كده عشان تبقى كلها غرقانه في العسل، بتبقى طعمها تحفه بالعسل. ممكن تحطيها فوق بعضيها، بس في النص بيبقى مش طايله عسل كتير، فانا بحبها بالعسل كتير. ممكن كده. دي بقى هحشيها نوتيلا. دي نوتيلا هي من اللي عملتها معاكم قبل كده. وبحط واحده تاني عليها، وبقفلها من الجناب كده. بقفل الجناب كلها، وهو شوفوا بقى بتبقى عامله ازاي من جوه. بقسمها كده. انا هوريها لكم. انا هوريكم كل التشكيلات اللي هعملها، واللي تعجبك اعمليها، واللي سهل عليكي برضو اعمليها براحتك اهو. شايفين شكلها من جوه، ونوتيلا نازله منها تحفه. دي بقى اللي انا حشيتها بشوكليت شيبس. هوريها لكم. بصوا من جوه عامله ازاي. ممكن تعملي كله كده، ممكن تخليه كله بالعسل، كله بالنوتيلا اللي انت تحبيه. شايفين شكلها تحفه جدا. ودي بعملها بالنوتيلا كده، بخليها بالنوتيلا بس كده تتاكل كده برضو. وكده عملنا البانكيك بطريقة سهلة وبسيطة وتحفة جدا. يا رب يكون عجبكم وتجربوا، بالهنا والشفا لكل اللي يجرب.